السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي يوميات عادل معشار. النهاردة لقيت فاكهة كده جميلة في السوق غريبة. الفاكهة دي أنا كنت شفتها على النت أهي زي ما انتم شايفينها. الصينيين بياكلوها وبنت صينية كانت بتاكلها، شايفينها؟ قلت أجيبها أجربها. نزلت لفيت شوية كده، لقيت هما اتنين بيبقوا واحد في أول السوق واحد في آخر السوق، في سوق الفاكهة يعني. أنا بحب أي حاجة جديدة ألاقيها أمسكها أجربها. فده موجودة في أسواق شعبية يا جماعة، يعني مش أسواق راقية مثلا غالية ولا كده. لقيت واحد عنده بيبيعها ب30 وواحد تاني بيبيعها ب20. هو مش كاتب الأسعار. لما سألت قال لي دي بتعمل عصير، هو ما اعرفش هي بتعمل عصير. يعني هفتحها لكم دلوقتي، هنفتحها وهندوق منها، أقول لكم رأيها، أقول لكم القوام بتاعها وهي شبه إيه وطعمها إيه، هل سكرية ولا دلعة ولا ماسكة إيه الطعم، الله أعلم. لكن هندوق دلوقتي، أول مرة هندوق وهنشوف الطعم شكله عامل إيه. بص الشكل بتاعها من بره عامل ازاي، يعني شبه المانجا بس فيها خطوط كده، ماشي، شبه المانجا. القشره بتاعتها خفيفه، قشرتها خفيفه قوي، يعني ممكن تتاكل زي المانجا الصفراء اللي هي المانجا السكري. هي فاتحه، لونها فاتح، لكن هندوق الطعم ونعرف. ده الشكل العام من بره، هندوق الطعم ونعرف ايه. نفتح واحده كده نشوف هل فيها بذر ولا ما فيهاش. اهو نفتحها، بص سهله التقطيع. بص يا جماعه هي شبه الكنتالوب بردك، ماشي. هندوق كده نشوف كده الطعم عامل ايه. نحاول نشيل بص يا جماعه هي مش بذره اللي في النص اهي، حته كده تتشال، ماشي اهي. مش عارف بقى، هندوق كده اقول لكم. عندي طعم ايه، طعم الاناناس او كنتالوب الموجود في السوق، قريب منه بس مش مسكره. يعني اللي عنده سكر متوقع ياكل منها لان مش معسله، بس حاجه جديده. قريبه من الكنتالوب قوي في الطعم والقوام بتاعها زي ما انتم شايفين اهي. هي فاكهه صيفيه اكيد. انا مسقعها، حلوه جدا في الصيف. بيبقى الراجل ما كانش يعرف، بيقول لي بتعمل عصير، قلت له عصير؟ طب حلو، اجيبها زي البرتقال واعصرها كده على الفطار في رمضان، الواحد يفطر بيها يعني، يشربها. هي حاجه ساقعه شويه وحاجه فيها فايده. اما بالطريقه دي ما ينفعش. الكنتالوب عمره ما كان بيتعمل عصير، انا ما اعرفش يعني، ما شفتش الكنتالوب بيتعمل عصير، او لو اتعمل عصير مش هيبقى طعمه حلو. زي الخوخ، شراب الخوخ طبعا ما ينفعش، الخوخ يتاكل كده. لما بتاكل شرب شراب بيبقى صعب شويه. البذره بتاعتها خفيفه جدا، ما يعتبرش انها بذره اهي. قشرناها، هي ناعمه شويه بس ما فيهاش اي الياف. واخد شكل المانجا اكتر، وشكل التفاح اللي هو اللبناني الاصفر، بس ده هي فيها خطوط كده يعني زي ما انتم شايفين. المره الثانيه لما فتحناها هي خطوط اهي بالطول. انا شفتها بنت صينيه بتاكلها في الصين، يبقى دي نسميها فاكهه صينيه. بس واحد منهم من الناس البائعين دول كاتب عليها ايه، بيبيتو. ايه بيبيتو دي؟ انا ما اعرفش هو جابها منين، هل هي اسمها بيبيتو؟ انا قريتها على الفاكهه على البتاع اسمها مكتوب ايه، تشاينا فروت، يعني فواكه صينيه. طعم حلو، مش معسل يا جماعه. ممكن كنتالوب في طعم معسل شويه، نسبه الميه عاليه جدا اهي. قلت اوريكم حاجه جديده، يا ريت تشتروها، تقولوا لنا رايكم ايه، الطعم عجبكم ولا لا. ماشي، يلا اللقاء في حلقه جديده واكله جديده او فسحه جديده. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه شهر رمضان ودخولنا على عيد الفطر المبارك. السلام عليكم ورحمه الله.